طبعا انطلاقه جديده ان شاء الله، لوب جديد ورايا، ميز جديد. المعلومه اللي ما تدرون بها انه الميز اللي كنا نصور عليه الحلقات اللي سابقه هو ميز الاخبار. شوف هذا ميز الاخبار، هسه اكو ميز جديد. مو سطيني لقطه عامه. ها هذا الميز مو مالتنا، اكو 5 برامج مقدميها عليه. اخر برنامج كان ويعلمهم الكتاب. يلا احنا اخذنا بركه الشيخ ان شاء الله وبركه البرنامج القراني. المهم اكو شيء نسيت اقول عليه قبل الفاصل. البعض من شيوخ العشائر، البعض، والله البعض يعني مو كلهم، البعض، فمن هسه يا جماعه انا اخوكم صغير وطيحوا لي اياها جو الفراش. البعض من شيوخ العشائر صاروا صناع محتوى، والشيخ اللي يصعد ترند الفصل اللي بعده يفوت بحمايه. بس انا متى افهم هو الشيخ محتاج وجاهه اكثر من كونه شيخ مسؤول عن اكثر من 3000 زلمه؟ عمي اسمع، انا ما اتفق ولا من يكون يطيح 10 مني. ما طيبين وهاي ظلم مشربه. احنا خلنا على ياك يشهد الله عم اسمعني. اي والله ابو سيف ابو سيف بس انا يعني ما اقبل واحد يغثكم بكلام. ليش تصوري الفصل؟ شنو اللي راح استفيده من قصه سعد اللي طق محسن على عينه، وابن محسن قتل ابن سعد، ومحسن فصل سعد؟ شنو اللي استفيده انا؟ تشفشر محسن مثلا، ما اطق محسن على عينه لو اقوي علاقتي بابنه لان قتل سعد. لا، الموضوع تطور بمونتاج وترتيب وجرافيك درون، انهم جايبين حتى درون. بعد كم يوم احتمال يجيبون مقدم برنامج يقدم الفصل او عريفه فصل. اهلا بكم في برنامج سالوفه وفصل، هيل وعطوه، دقات اهلنا. لا، والموضوع تطور اكثر، صار اكو فار بالفصول مثل ما موجود حاليا. جلسات تصوير ما تسوون للشيوخ، سووا مهرجان فدنا سموه الفصل الذهبي، وخلي حيدر النعيمي ينظمه لكم. هالسلفات حتى تتصور حتى الناس تتذكر حزنها، والعرس يتصور حتى الناس تتذكر اغلاط، العفو يعني افراح فصل. ليش تصوروا لي اياه؟